دلوقتي تكريم الأستاذ عادل منيب رئيس مجلس الأمناء. سقف له سقفة جامدة جدا 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 يا جماعة. هو اوريدي موجود. إن شاء الله عقبال 100 سنة في أسوان البلد الجميلة. المؤسسة بتاع نحمي تراثنا هم قلنا بفكرة المهرجان، وتهدف الفكرة ان يتم الاعلان عن اسوان كمدينة التراث والابداع العالمي. احنا بندعم الفكرة دي جدا، وبندعم كمان اي شغل بيتعمل في اسوان، لانه اسوان يمكن من اكثر المحافظات اللي احنا هنشتغل فيها كصندوق تحيا مصر. عندنا 6 مشاريع في 2017، وان شاء الله يتم الاعلان عنها برضو في مؤتمر صحفي. اسوان هي البوابه الجنوبيه لمصر، وهي اللي بيخرج منها الثقافه والفنون والابداع. ويمكن حضرتك عرفت كمان ان في منافذ تجاريه تم الافتتاح عنها، فدلوقتي كمان التجاره بين مصر واسوان وبلاد افريقيا بقت اسهل وايسر من قبل كده. هي الاحتفاليه بشكل اساسي خاصه بدول حوض النيل ومدينه اسوان. مدينه اسوان مدينه الجمال ومدينه الفن، وطول عمرها من المحافظات اللي حظها للاسف كان قليل في النماء الاقتصادي ومشاريع التنميه فيها. لما جت فكره المؤتمر هنا كانت هدفها الرئيسي ان احنا نعمل مشروع يبدا بمبادره كبيره في اسوان علشان ننمي حرف اليدويه وحرف حوض النيل. والحمد لله المعرض اللي موجود دلوقتي معرض هايل وفيه مشروعات كبيره.